السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا لينا، وكذلك الناس اللي عندي في القناه، ومرحبا بكم كاملين. والناس اللي كيشوفوني لاول مره، الا عجبك المحتوى اللي كندير ما تنساش الضغط على زر ابوني باش هكا يوصلك كل جديد. وكما كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار فيها مشتريات وفيها فلوق اللي غادي يكون خفيف ظريف صراحه. هنا كنشارك معكم التنظيم ديال البيت ديالي، ومن بعد غادي ندوزو نكتشفوا مجموعين شنو جاني في داك البوكسينغ. البنات بالنسبه لهاد السبيراتور هادي فبزاف سولوني سيرتو في الانستغرام. في لا فيديو اللي فاتت قالوا لي زعما شنو سميت لا مارك ديال البنات سميتها روينتا، وكاينه في انا شريتها من الكترو بلانيت. صراحه خرجت لي غزاله. والافونتاج اللي فيها هو انه الا بغيتي انت كتحكمي زعما في الجهد ديالها. الا عندك الغبره غير خفيفه، الا عندك الغبره مثلا عارفه عندك زربيه هكا مسخن بزاف وفيها الغبره بزاف، انت المهم كتحكمي في الجهد ديالها شحال باش كتسبيري لك مزيان. المهم الا بغيتو ندير لكم واحد لا فيديو هكا تفصيلي فما عندي حتى شي مشكل، خليو لي غير في التعاليق الا بغيتوهم ندير لكم هكا فيديو بالديتاي شنو كيجي معاها وكيفاش كتخدم وشنو لي زافونتاج ولا شنو الحوايج اللي لقيتهم فيها خايبين. وخاي الصراحه الله يعمرها دار هاد الساعه. المهم البنات خليو لي في التعاليق الا بغيتو فيديو. واخيرا غادي نبارطاجي معكم الحاجه اللي كنت باغا شحال هادي، وعاد كتاب انني نكومونديها. وهاد المره كومونديتها من عند واحد السيد صراحه اللي ثقه ولو سيرفيس ديالو غزال. عصام شوبينغ. غادي نخلي لكم هنايا الصفحه ديال الانستغرام، وغادي نخلي لكم حتى النيميرو التليفون ديالو. هاد السيد على ضمانتي البنات. السلعه كتوصل لكم بيان اونبالي كما شفتوا. كاين الكرتونه الاولى اونبالي داكشي مزيان، وهاد الكرتونه ديال لا ماشين او البرودوي ديالكم كما كتشوفوا. فانا كومونت من عنده الاير فراير. صراحه هاد الاير فراير اللي كنت باغا بشحال هادي كنت متردده انا مارك غادي نشري، ولكن من بعد ما شفت لي ريكومونداسيون على هاد السيد انه زعما لي برودوي ديالو زعما زوينين وحتى هو لو سيرفيس ديالو طوب، فصافي ساهمت وخديتها من عندهم. والصراحه دغيا وصلتني من با واقيلا واحد 4 جوغ هكاك وصلتني. فكيجيبوها لك حتى للدار، كتوصلك الامان ديك حتى للدار بيان اون بالي كما شفتوا. والسلعه تبارك الله عنده نقيه. واللي عجبني اكثر هو في هذا الاير فراير هو انها تبارك الله كبيره يا البنات كما شفتوا. راها 8 لتر وماركه اللي زوينه الصراحه. هاد الكالر كانت عندي فيها حتى الهاشوار ديالها الله يعمرها دار. وحاجه اللي عجبتني اخرى هو انها
الخدمه ديالها سهله ماهله. انا من بعد هذا الفيديو راني خدمت بها صراحه غزاله. ان شاء الله من الفيديو الجاي غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال الوصفات بها. المهم البنات نرجع لكم لهذا الاير فراير. كما قلت لكم راه كبيره تبارك الله، تهز تقريبا واحد 2 دجاجات هكا يكونوا صغارين، اولا دجاجه كبيره ديال 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص، يعني ما شاء الله كبيره ديال العائله. كما شفتوا كتجي معها هاد الشبيكه اللي عندها رجيلات ديال السيليكون، يعني ما تخافيش انها تخبش لك داك المجر ديالها. وبالنسبه للخدمه كما قلت راها ساهله مهله. هنا غادي نجي نحطها في بليصه ديالها. كما شفتوا كان عندي داك الميكرووند، وكنت صراحه باغا انني باش كنت غادي نكاستري زعما مع الكوزينه كلها، ولكن كنت متردده حيت الصراحه هذا الميكرووند ما كنستعملوش بزاف، واخا هو لا مارك ديالو زوينه، يعني لا مارك كنود راكم عارفينها كدوي على راسها. ولكن انا من طبعي يعني من شحال هادي ما كنستعملش ميكرووند بزاف، قليل هكا كنحتاجو هكا في نديكونجو لي شي حاجه او نسخن فيه شي حاجه هكا في الصباح الا كنت مزروبه اولا، يعني ما عنديش بزاف الخدمه به. فقررت انني نحيدو ونطلعوا الكوزينه اللي عندي الفوق، وهنا في بلاصه ديالو غادي نحط هاد الاير فراير. وطبعا كما كتعرفوا ملي كتكون شي حاجه جديده جايه للكوزينه فضروري كنقيو لها بلاصه، واخا كتكوني عاد جمعتي الكوزينه بنهار قبل اولا في داك الصباح نيت، فضروري انك تنقي لها بلاصه ديالها وتصاوبيها باش كتحسيها كانك حطيتيها في البلاصه اللي مناسبه ليها. المهم انا هنا جاتني هنايا مزيانه. راه البنات راه التصوير ماشي هو الواقع، راه تبارك الله هاد الاير فراير راه كبيره وما شاء الله راه 8 يطر كما قلت لكم، راه كبير. راه ان شاء الله في شي فيديو غادي نحاول انه زعما نبين لكم زعما تبارك الله شحال هي واسعه. هنا صافي درت ليها واحد المساحه من برا، وخيرة جديده يعني باقا فيها لا غبره لا والو، غير الله يدينا حنايا المغاربه الوسواس خصنا ضروري الحاجه اللي جبناها نقيوها ونغسلوها ونقادوها. وهنايا مشيت غسلتها كما كتشوفوا، فدغيا كتغسل ودغيا زعما لونطروتيان ديالها ساهل. انا هنايا غسلتها غير هكا بالحليفه عاديه وبالليكيد ديال او الصابون ديال اللي كتغسلوا بها كالمعينات يعني عادي. المهم غير ما تستعملوش شي حاجه اللي تكون هكا حرشه باش ما تكرت لكمش داك الطفال ديالها اللي كيكون لداخل. صافي غسلت الشبكه ديالها يعني دغيا داكشي صافي، ودرت ليها مسحه باش خليتها هكا في بليصه ديالها، باش من بعد كنت استعملتها. وكانت اول حاجه استعملتها في هذيك الساعه هما لي فريت. راح الصراحه البنات جاو غزالين مقرملين، ورشيت ما غير شويه ديال الزيت بهاد القرعه هادي، بهاد السبرايت هادي ديال الزيت، يعني غير شي خفيفه ودرت فيها لي فريت صراحه جاو غزالين مقرملين. المهم البنات ان شاء الله في الفيديو الجايين ضروري ما غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال الوصفات اللي كيكونوا هكا ساهلين، وفي نفس الوقت اللي الاير فراير كتسهلهم علينا. صافي هنايا كانت حجه وزياره، جيت بدلت حتى هاد لو كون هذا ديال الزيت بدلته ورديته في الجهه الاخرى، كان عندي في الوسط صراحه كما شفتوا من قبل. وحيدت هكا داك الطماطم ديال الطاكوس رديتها في بلاصه اخرى ديال الطوست. رديتها في بلاصه اخرى وخليت تماك داك ليسباس يبقى بحال هكا زوين. سيرتو ان هاد الاير فراير كتبغي يبقى واحد شويه ليسباس في الظهر ديالها، يعني ملي تبغيو تخدموها فضروري تخليو ليسباس بينها وبين الزل اللي كيكون موراها. راكم عارفين عندها حيت كتكون عندها الفرفاره فضروري خاصها تخرج الهواء. المهم بنات التفاصيل على هذا الاير فراير غادي ان شاء الله في لي فيديو الجايين غادي يكونوا بالديتاي يكونوا هانين. وهنايا جيت بارطاجي معكم واحد الاومليت اللي كيجي بنين وكيستافدوا منه سيرتو الوليدات كبار وصغار طبعا، ولكن الوليدات خاصه الا كانوا وليداتكم ما كيعجبهمش بحال هكا هاد لي زيبينا وهاد لي شومبينو وهاد الشيء. فكما شفتوا في الاول شلت واحد البصيله مع شويه ديال الزيت والمليحه، ومن بعد ملي كتبدا تحمر ليا البصله فكنزيد لي زيبينا اللي كنكون غاسلاهم مزيان، وكندير واحد شويه الملحه. ما بانش في التصوير، المهم ضروري البنات شويه الملحه هكا باش كتجي بنينه. وكذلك لي شامبينيون، بالنسبه لي شامبينيون الا كانوا طريين فغادي يكونوا حسن، ما كانوش ديروا هكا المعلبين كما درت انا، يعني اللي كيكونوا هكا معلبين. صافي وجيت ومع واحد معلقه صغيره ما عمرات ديال الزبده. من بعد ما تحمروا ليا هكاك زدت عليهم حتى البيضات مع شويه الملحه وشويه ديال الابزار. هاد الاومليط البنات غزال سيرتو هكا الفطور في الصباح اولا هكا في الكوتي. انا هنا الصراحه كنت درتو لوليداتي هكا الكوتي
فجا بنين بنين بنين. انا ما نكذبش عليكم، بنياتي ما كيحملوش شي حاجه سميتها لي زيبينا ولا الشامبينيون، ما عندوش معاهم. واخا كنديرو منهم هكا في لي غاتان، كنديروهم مع لي باط، فكيبداو هكا ينقيو دوك لي شامبينيون دوك لي زيبينار ولا حتى المعدنوس وداك الشيء كيحيدوه وكياكلوا لي باط هكاك بوحدهم. هاد المره يا البنات عرفتي كلاوه صراحه هما ماشي محسوش به، البنيته اللي شويه كبيره حسات به ولكن عجبها وكيجي بنين كما شفتوا. درتو هنا على ناري كتكون مهيله، زدت عليه شويه ديال الفخوماج. كما شفتوا الفخوماج انا استعملت هذاك ديال، يا اما استعمل ديال الشيدار او اي فخوماج عندكم، وانا وريتكم شنو استعملت. ودرتو كما قلت لكم على نار كتكون مهيله وغطيته. هنا كنبارطاجي معكم هكا غير الكوتي ديالي هكا ديالي وديال بنياتي، يعني كوتي خفيف ظريف. وكانت الفكره قلت انا دايره فيديو علاش بارطاجيت مع البنات هاد الوصفه ديال الاومليت اللي صراحه كتجي بنينه وسهله ومفيده هكا للوليدات. وكتكون هذه هي الطبيله ديالي ديال الكوتي. كنتمنى تنال اعجابكم الاقتراح اللي اقترحت لكم اليوم، وتكون عجبتكم لا فيديو كامله. اللي كيزورني لاول مره كنتمنى لك تخلي لي ابوني باش هكا يوصلك كل جديد. السلام عليكم.